سلام لكاع عشاق المنتخب. اليوم غادي نحطوا النقط على الحروف ونحلوا الماتش الاول ديال المنتخب تحت قيادة المدرب محمد وهبي ضد الإكوادور. ماتش اللي عطانا بزاف ما يتقال وفيه دروس حقيقية للمستقبل. نبداو بالمعقول. تكتيك. وهبي دخل بواحد القناعة ديال المهاجم الوهمي وجرب فيها إسماعيل الصيباري، ولكن الصراحة ومن خلال لغة الأرقام والتيران هاد الخطة ما صدقاتش. الصيباري لاعب تقيل شوية على هاد الدور اللي كيبغي السرعة والضغط العالي. المنتخب كان مخنوق هجوميا حتى دخل سفيان رحيمي في الدقيقة 72. تما فين شفنا الروح رجعات للهجوم وبانت الخطورة ديال بصح. نمشيو دابا للأداء الفردي، وهنا كاين الربح والخسارة. الربح الكبير هو عيسى ديوب. هاد الدري وقف سد منيح، قراءة خرافية للعب وتدخلات فالوقت المناسب نقدروا نقولوا هو رجل المباراة بلا منازع. وفي المقابل شادي رياض قدم ماتش مزيان، ولكن غلطة وحدة قاتله كلفتنا هدف، وهادشي كيعلمنا باللي في هاد النيفو العالي الغلطة بهدف. أما الصدمة فكانت في إبراهيم دياز، اللاعب اللي كنا كنتسناو منه السحر كان غايب تماما. كثرة ضياع الكرات ونقص التركيز خلاه يكون الحلقة الضعيفة في ديك الليلة. واش الضغط؟ واش عيا؟ المهم دياز خاصو يراجع راسو. الخلاصة، التعادل مع فرقة بحال الإكوادور نتيجة مقبولة تقنيا، ولكن الأداء كيطالب المدرب وهبي باللي بعد على التفلسف الزايد ويرجع للبساطة والفعالية. الكرة سهلة وحنا عندنا دراري واعرين، خاص غير التوظيف الصحيح. كانت هذه قراءة سريعة ومعقولة للماتش. وانتوما شنو بان لكم في التقليعة الأولى ديال وهبي؟